بنت أختي بتقولي راس السنة واقفة قوي، وأنا واقفة مش مستوعبة هي بتقول إيه. بس اللي حصل في الآخر خلاني معرفش أتلم على نفسي. أنا اسمي نوال، عندي 33 سنة. أنا الصغيرة في بيتنا، وكنت عايشة مع أبويا وأمي وما اتجوزتش، وبابا وماما الله يرحمهم سابوني، وكنت الوحيدة اللي مش متجوزة في إخواتي. أنا كمان آخر العنقود وأصغر من إخواتي بكتير. أنا بالنسبة للبيت الطفلة اللي جت غلطة حرفياً. أختي الكبيرة فرق بيني وبينها 22 سنة، فأنا عيل البيت أصلاً كنت وحدي، عيال إخواتي كلهم كبار، هم أصحابي. أنا ما يعتبرش خالة أو عمة حد منهم، بالعكس أنا بشوف إنهم أصحابي، وطبعاً بتكسف جداً لما يعرفوا أصحابهم عليا إني أنا خالتهم. المهم بنت أختي الكبيرة عندها 27 سنة، اسمها دنيا. دي عشقي، حبيبة عمري وحياتي، وأنا وهي نعتبر إخوات مش بنت وخالتها. زي ما انتوا شايفين السن قريب قد إيه أصلاً. المهم دنيا كانت متعودة تيجي تقعد عندي في البيت، وخاصة إني لوحدي وهي بتاخد راحتها هنا، وإحنا بنات مع بعض، وأنا كمان أغلب اليوم قاعدة في شغلي وهي حرة في الشقة. نسيت أقول لكم، أنا شغالة في العقارات، واترقيت أخيراً السنة دي، مسكت مدير التسويق لشركة كبيرة. فصحباتي بتوع الكلية عرفوا الترقية، وطبعاً عارفين إني في البيت لوحدي، وكنا قريبين من راس السنة، فطبعاً عايزين يحتفلوا عندي، ورقص وغنى وتنطيط للصبح، وسهرة ونميمة وكل حاجة، وهنخربها بقى. بس ده اللي كنت فاكراه، لأني ما كنتش أعرف إن أميمة هيكون ليها رأي مختلف شوية. أميمة مضيفة طيران، وحياتها متحررة شوية. هي يمكن أكتر حد فينا شاف الدنيا ولف العالم، وليها آراء خاصة بيها شوية. هي قالت لنا كلنا إنها عاملة مفاجأة، وجايبة حاجة مميزة قوي لليلة دي، وهتحطها في بوكس، ومحدش هيفتحه غير لما نتقابل ونتجمع. وجابت عندي البوكس، وأنا سايباه ومش عارفة ومش متخيلة ممكن يكون فيه إيه جوه، بس عارفة إنها حاجة مجنونة ومش طبيعي، لأن أميمة مش عادية، هي ليها حاجات مجانين شوية. المهم يعني أنا نسيت أصلاً أنبه دنيا إنها ملهاش دعوة خالص بالبوكس ده، وياريتني كنت افتكرت، بس أهو اللي حصل. ودنيا دخلت يا عيني أوضتي ولقت البوكس، فكرته إنه هدية وكده، فتحته طبعاً علشان تتفرج بقى على اللي فيه، فضول بنات عادي جداً. ولقت فيه حاجة زي كيس شوكولاتة غريبة وجديدة بالنسبة ليها، وهي يا قلبي جربت أول واحدة، لقيتها مقرمشة وشوكولاتة جديدة عليها وطعمها غريب. أميمة كانت جايبة 12 كيس. أنا رجعت البيت، كانت دنيا داخلة على الكيس الرابع، وهي واقفة قدامي أول ما فتحت الباب بمنظر غاب قوي، لابسة بنطلون في دماغها حرفياً، وهي لابسة شورت. فأنا حسيت إن في حاجة غلط، وفجأة لقيتها بتقولي راس السنة دي أوف، وبتعض على شفايفها، وبعدين تقولي راس السنة واقفة قوي، وهي بترقص، وواضح إن في مصيبة، بس أنا مش مستوعبة نوع المصيبة. بحاول إني أهديها، أفهم عملت إيه بالظبط وصلها للدرجة دي، واكتشفت أخيراً إن الشوكولاتة اللي في إيديها دي غريبة شوية، بس ما جاش في بالي برضه وهي مكملة قدامي، لحد ما دخلت أوضتي أحط شنطتي وأفهم دي مالها. لقيت البوكس على السرير مفتوح، فهمت اللي فيها، دي كارثة أميمة. صرحت طبعاً، وفضلت مش مستوعبة أعمل إيه ولا روح فين وأقول إيه، ده واضح إنه مخدرات. أتصل بأميمة، قالت لي إنه ده شوكولاتة بالحشيش، جايباها من برا علشان ليلة راس السنة نحتفل كلنا وكده. وبكل استهتار تقولي سيبيها شوية وهتلاقيها فائت، هي تقلت بس. وأنا مرعوبة إن البنت تموت أو يحصل لها حاجة، وفضلت حضناها وأنا ببكي، وهي بتعمل تصرفات غريبة وعجيبة وحركات صعبة شوية. بس الحمد لله إنها فائت، ولما فائت قالت لي أنا واثقة فيكي، فخدته لأني عندي ثقة إنه طالما معاكي هيكون أمان، انتي أكتر حد أمان ليا. عايزة أقول لكم إنه الجمل دي خلتني كأني واخدة دش ساقع في عز البرد. أنا فعلا بالنسبة للي حواليا أمان، وده مسؤولية تخليني أفكر مين ينفع يكون في حياتي ومين ما ينفعش يبقى موجود أصلا في دنيتي. أنا مش ضد أميمة، بالعكس دي حياتها، لكن أنا مش هقدر أتعامل معاها وأدي إشارة للي حواليا إنها أمان، وهي بالنسبة للي حواليا كارثة، قنبلة موقوتة.
ومعرفش بس كلام دنيا خلاني أفوق وأنهي علاقتي بصاحبتي، وحتى مع كل محاولاته للاعتذار ما قدرتش أدخلها تاني. ودي كانت حكاية راس السنة معايا. يا ترى شايفين إني كنت غلط وأوفر في رد فعلي، ولا ما ينفعش أدخل أي حد في حياتي فعلا، وخاصة إنه في ناس واثقة فعلا في اختياراتي، ومجرد إني بتعامل مع حد ده مؤشر إنه أمان ليهم، فبكده أنا مش هكون قد ثقتهم. لو انتي مكاني بعد اللي حصل وبعد كلام بنت أختي دنيا، كنتي هتعملي إيه؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم المحتوى بلاش تنسوا الاشتراك علشان تسمعوني تاني، وياريت بلاش تبخلوا عليا باللايك بعد إذنكم كتشجيل علينا.